أبو عائشة من العراق. السلام عليكم. أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عائشة تفضلوا. أحييك وأحيي ضيفك الكريم وبارك الله فيكم. حياك الله. سمعت حديث الشيخ بارك الله فيه وكأنه يومي إلى السيدة عائشة وإلى السيدة أم سلمة أنهما تسببا في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهذا كلام غير صحيح. أنتم الآن تنسون يعني أساس المشكلة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأجد السم الذي أكلته في خيبر، وهو على فراش الموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما لد ودخل العباس، لو كان هذا اللد الذي حصل من عائشة ومن أم سلمة ومن ميمونة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما سكت العباس. وأيضا هناك وحي يوحى إلى الله، يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله يقول: والله يعصمك من الناس. فهل يعقل أن الله يترك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لمن يلده ولمن يسمه وهو في بيت عائشة وفي مرض الموت صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: مات بين سحري ونحري؟ فهل يعقل أن هذه السيدة الفاضلة تقتل زوجها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه دعوة للأسف بعيدة كل البعد عن العقل أن يتصورها. لا يتصورها العقل. كذلك عمر عندما قال إن النبي لا يهجر، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر أخطأت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر أنت كفرت، يا عمر أنت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا من عندي، يعني أخرج جميع الذين كانوا في مجلسه. نعم. فلا عمر أخطأ ولا النبي صلى الله عليه وسلم سرب عليه ولا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي أن عمر قد قاطعك وأن عمر قد آذاك وقد سبك وقد قال وصفك بأوصاف سيئة. كل هذا لم يحصل. فهذا يدل على أن هناك أخذ وأعطى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا منهج الحوار ومنهج المناقشة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته. فشهادة رسول الله بالسم ليست من عائشة ولا من أحد من الصحابة، وإنما هي على يد يهودية النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، وأيضا الله عز وجل حفظه ولم يتأثر بالسم، ولكن عند وفاته قال: يا عائشة إن هذا من أثر السم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عائشة. ما بقى فيني أرجع إلى أبي عائشة. أنت تقول كأني أومي، أنا لم أذكر أحدا، أنت افترضت. بس أنا أذكرك بأن القرآن الكريم يتلى إلى يوم القيامة. قال عن 2 من نساء النبي: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ثبت صغاء القلب يعني ميله، واشترط عليهما التوبة، وإن تظاهر عليه يعني إمكانية التظاهر عليه احتاجت إلى حشد كبير جدا أكثر من بدر وأحد يا أبا عائشة، لتعلم مدى خطورة ما كان يجري في بيت النبي. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. حشد الله نفسه وسكان سماواته وصالح المؤمنين وجبرائيل كبير الملائكة لامرأتين في بيت النبي. وعلى العاقل أن يدرك خطورة هذا الأمر. أنا كأني أومي، لا، لم أسمي. أنت قلت عائشة وأم سلمة، أنا لم أذهب، لم أضع أسماء، وليس في المسألة أن أضع أسماء. طيب، الله يعصمه من الناس، يعصمه من بيته ولا يعصمه من سم اليهودي. ثم الذين رووا أن اليهودية سمته، ما هي نطقت كتف الشاة بأني مسمومة يا رسول الله فلفظها. يعني الذي روى الرواية لم يثبت أن رسول الله ابتلع سما، ربما لاك بفمه قطعة كانت تتجدد عليه. هون ماذا تفعل بالله يعصمك من الناس؟ لماذا تسريها هنا ولا تسريها هنا؟ يعني الله لم يعصمه من يهودي وعصمه من اللد الذي في بيته.
إني لأجد الأكل التي أكلتها في خيبر. هو لم يأكل. الراوي الذي روى قال هو الشاة، كتف الشاة نطقت بأنه بأني مسمومة لا تأكلني، فلم يأكلها ومنع أصحابه منها. أنا لا أنفي أن يكون النبي قد دس له السم من قبل اليهود، لكن بهذه الحادثة الذي يقرأها بتمعن يجد أن النبي لم يأكل من تلك الشاة. ما هو المانع الشرعي والعقلي من أن يسمى النبي من داخل منزله؟ شو المانع؟ عندما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هل نساء الأنبياء معصومات؟ أبدا، إلا من تثبت عصمتها بدليل خاص. أما أنه توفي في حجرة عائشة فهذا لا نقر به. توفي في حجرته صلى الله عليه وآله، وكما يروي كثير من أهل السنة كان رأسه على صدر علي، وعلي يقول فاضت نفسه بيدي فأمررتها على وجهي، في حين يروي البخاري وغيره أنه عن عائشة أنها ما علمنا بدفن رسول الله إلا بسماعنا صوت المساح في قبره، على قبره. الآن نأتي إلى الشق الثاني من قول عمر بن الخطاب إن النبي لا يهجر. الله تعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صاحب للنبي يقول يهجر. كيف بدك تقول هذا ما أخطأ وهذا ما أخطأ وكل حبايب ومشي الحال؟ كيف يعني؟ بأي منطق؟ بأي ميزان؟ واحد يقول النبي عم يخرف، غلبه الوجع، يهجر. اختلفت الألفاظ، خليني على غلبه الوجع، يعني لا يعي ما يقول. ولذلك النبي الرحمة مهدت، قوموا عني. أي غضب؟ لا ينبغي التنازع عند النبي. نعم، مش قال أخطأت فقط، قال عملت عمل كبيرة. لا ينبغي التنازع عند النبي. هاي رواية مجمع عليها يا سيدي حبيبي أبو عائشة. قوموا عني. لمن قالها بعد أن قيل إن النبي غلبه الوجع؟ إن النبي لا يهجر. نبي يكتب للأمة كتاب لا تضل بعده أبدا، فيقول قائل إن النبي يهجر غلبه الوجع. حسبنا كتاب الله. مين النبي؟ خلنا نعرف من له كلمة الفصل في هذه الأمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كتاب الله ينطق. قوموا عني. لا ينبغي التنازع عند النبي. أكثر من هذا شو؟ وهو رحمة مهداة. قوموا عني، طردهم. لا ينبغي، لا يجوز التنازع عند النبي. أنتم تنازعتم عندي ولا ترفعوا أصواتكم. بغض النظر رفع ولا ما رفع، قد تقال همسا لكنها كلمة عظيمة. شو إن النبي لا يهجر؟ بهالبساطة أبا عائشة بدك تمرق المسألة ما بتمرق. هذا قول في مقابل قول رسول الله لنا منه موقف. أما عندما تتكلم عن رسول الله أنه رحمة، نعم رحمة، استطاع أن يتقبل حتى من يقول عنه يهجر. يتقبله في محيطه العام، مش يقبل ما قال به. نعم. أبدا. قوموا عني. لا ينبغي عندي التنازع. أكثر من هاي، مش قال أخطأت، قال أجرمت. قوموا عني. لا ينبغي عندي التنازع. فإذا نرجع لمسألة اللد. هو النبي كان قاصر طفل والعياذ بالله حتى يقول لا تلدوني. ينهى رسول الله عن شيء فيفعله بعض الناس. من لده مو شغلي. لد النبي. قال أولم أنهكم أن تلدوني؟ قالوا كراهة المريض للدواء. شو المنطق هذا؟ أي منطق يتعاطى به مع سيد الكائنات؟ تنتظر حتى يخشى عليه فتقحم في فمه دواء كان قد نهاك عن إدخاله في فمه؟ ثم ردة فعل النبي مو رجل مزاجي والعياذ بالله. قال لدوا الجميع. شو يعني لدوا الجميع؟ هو يتشفى بهم، يسقيهم مرارة الدواء،
هذا عمل صبياني والعياذ بالله، حاشا لرسول الله. يريد أن يقول أن اللد كان يحتوي على شيء أريد أن أذيقكم منه، لكن يبدو البعض كان حاسب حسابات أخرى مخالفة. قصي طبعا، وهذا الكلام أبو عائش يعني موجود في كتبنا والردود عليه يمكن التوسع بها، وبالفعل أنا حقيقة لم أذهب مذهب التسميات، فأن تفترض عني شيء لم أقله هنا يعني خرجت المسألة عن نطاق النقاش العلمي. أنا لم أذكر أسماء، لكن حصل اللد وحصل سم لرسول الله واستشهد بالسم. هلا من هي الجهات التي صنعت وفبركت وعدت؟ كثيرة هي.